السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اختكم رجعت للطفوله. شحال البنات كانت ايامات غزاله ملي كنا صغار، كنا نلعبوا، ما كان التحدي حسبنا. كيف عاملين البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اسمحوا لي غبت عليكم شويش، مي والله الظروف يعني قاسيه شويش. بنادم الله غالب، جري 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 وما كاينش الوقت بزاف. فاليوم ان شاء الله العيد ميلاد ديال ستيلا، وقلت مع راسي نوجد لها واحد الكاطو، نديرو لها سوربريز في الدار. فخليكم معايا تشوفوا الكاطو وتشوفوا كذلك واحد البلا كنت كلتو في جنيف. هو بلا اصلا اسبانيول، ولكن انا ملي كيعجبني شي بلا ما كان لا خصني نعرف الروسيت كيف عاملها. فرجعت للريستورون كلت فيها جوج المرات وحاولت ماشي الغوسيت كامله، ولكن حاولت ناخذ من يعطوني الغوسيت على الاقل بالاجمعيه. فكتجي روعه بصراحه وما كتاخذش الوقت بزاف، ولكن من داك الشرفيع. فخليكم معايا البنات تشاركوا معنا الطريقه ديال تحضير الكاطو والطريقه ديال تحضير الطبق، وان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. دونك الاكله ديالنا البنات هي قلت لكم انا كلتها في سويسرا، ولكن هي اسبانيونيه من الاصل اسبانيوني. دونك كنحتاجوا اللحم ديال الغنمي طبيعه الحال كالعاده على حسب افراد العائله، وبصله وجوج حبات ديال الثومه، وكنحتاجوا البولونطان، ماشي داك الرقيوق، داك الغليظ، ديك السميده الصفراء الغليظه كنديروا بها الحرشه. يمكن ما عرفتش واش كيستعملوا في الحرشه الغليظه ولا الرقيقه، ما علينا، المهم تكون غليظه. والفرينه والزيت العود. اما البهارات فالكركم، الملحه والفلفله حمراء، ونقص كذلك خيزو، سي جوج حبات ديال الخيزو، والزيتون كحل جايين في الطريق. المهم حتى هما كنستعملوهم مع الاكله ديالنا. ونبداو على بركه الله. بالما اللحم ديالنا غيطيب، فانا وجدت لافارين اللي غنستعملوها في الاخر طبعا بحال جوج ملعقات ديال الفرينه، ونزيدوا عليها الماء ونحطوها على جنب ونستعملوها في الاخر. اما البولونطان فانا حطيت الماء وحطيت شويه ديال الزيت العود وحطيت شويه ديال البزار، وكنبداو نحطو بولونطان. ما كاينش القياس، عينكم ميزانكم، كتحطوا بحال هكذا وتبقاو تحركوا تقريبا شي 10 دقائق. نتوما على بال راه هاد السميده كتشرب الماء، لذلك فاحنا كنبقاو نحركوا 10 دقائق بحال هكذايا. دونك كتولي بحال هكذا عاقده، وهي راه ساهله في الخدمه، ما فيهاش تماره بزاف. ايوا من بعد كناخدو البلا ديالنا، اي بلا كنحطوه هكذا. شتي مازال كتغلي، وكنخليوها تبرد واحد تقريبا 40 دقيقه ولا ساعه كتكون بردات. دونك كما كتشوفوا البنات اللحم ديالي طاب، زدت عليه جوج حبات ديال الجزر، ودابا غندوز لاصوص. غنزيد عليه لافارين باش كتقل لينا لاصوص. ما كنديروش بزاف، غير شويه بحال هكذا، وكنخلطو ديريكتومون. ما خصناش نتعطلو باش طبيعه الحال كما كتعرفوا لافارين ما تكورش لينا. دونك نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال الكاطو ديالنا كنحتاجو جوج البيضات، وكنحتاجو جوج ساشي، وحده ديال ليفور ووحده ديال فاني، ودانون عادي ناتور، والفرينه، والزيت الزيت عادي، والسكر.
دونك اول حاجه البيضه ديالنا نحطوه حلوه عاديه اللي كنصوبوها في الدار كالعاده. بغيتو ديروها عاديه ديروها عاديه، ما بغيتوش ديروها بوحدها تقدروا ديروها مع الشوكولاته. انا دوت الشوكولاته مع كريم فريش ليكيد. وبطبيعه الحال البلا ديالنا راه كالعاده كندهنوه بالزبده وكندخلوها للفران على 180 درجه لمده ما بين 30 حتى ل 45 دقيقه. دونك الكريم فريش ديالنا غير كيبدا يسخن كنحطوا عليه 200 غرام ديال الشوكولات نوار كحل. بطبيعه الحال نخلطو غير يذوب لينا الشوكولات ديالنا وخلاص نطفيو على البوطه. دونك هانتوما كتشوفوا الشوكولات داب لينا، فكنحيدوه ونحطوه في شي حاجه بحال هكذايا. ما خصناش نخليوه في البلاصه اللي سخنا فيها لان كتكون سخونه، فالشوكولات بطبيعه الحال ما كيجمدش باردون كيبقى دايب، وحنا محتاجين نجمدوه شويش. الكريم ديالنا كنحتاجو 2 بواطات ديال كريم ليكيد ليجي، كل وحده فيها 20 سنتيلتر. كنحطوها، والطاسه اللي كنستعملوها او الحاجه اللي كنستعملوها لازم نحطوها شي 5 دقائق ولا 10 دقائق في الثلاجه، كيف ما كان بارد كيف ما نجحت لينا العمليه. وكنبداو بطبيعه الحال نخلطو. دونك البنات من بعد ما كنطلعو فكنخلطو مع الشوكولات، ولكن بطبيعه الحال كما كتعرفوا كنخلطو بشويه بشويه. طبعا البنات هو هذا لاموس ديالنا من بعد ما خلطوه كنجيبو شي حاجه بحال هكذا دائريه تكون بطبيعه الحال الحديد، لانه من بعد غادي نحطوها في الكونجيلاتور. وكنحطو لاموس ديالنا ما كنعمروش، كنخليو ليسباس للكاطو. دونك من بعد ما كنخويوها كنحطوها في الكونجيلاتور شي 3 حتى 4 السوايع. من بعد كنجيبو داك الكاطو، انا حاولت انه نقطعو دائري بحال هذا الشكل هكا، ولكن نتوما على بال الكاطو كيتفرتت. دونك ملي كنحطوها 3 السوايع في الكونجيلاتور راه كتجمد لينا. كنقبطو القطعه ديال الكاطو ديالنا وكنحطوها على لاموس وكنرجعوها للكونجيلاتور حتى الغدا في الصباح. دونك البنات الطبق ديالنا واجد، فبطبيعه الحال ملي كيطيب فاحنا كنحطوا عليه الزيتون. اما البولونطان فاحنا كنقطعوه بالشكل اللي حبينا، واللحيمات هانتوما كتشوفوا كنحطوا عليهم الجزر، والصوص كيولي ثقيل لينا. فهو طبق ساهل فوق القياس وبسيط، ولكن الصراحه راه المذاق ديالو روعه روعه روعه. نتمنى انه تجربوه وتقولوا لي رايكم. الكلاصاج ديالنا البنات كنحتاجو 7 الكيسان الماء، من بعد 5 الكيسان ديال السكر بودره، وعلبه ديال الحليب كونسونطري، 3 الباكيات ديال الشوكولاط بيض، وملون اللي غنستعملوه من بعد. بعد ما داب الشوكولاط زدت عليه نيسلي ونبقى نحرك بحال هكذا 5 دقائق وخلاص نطفيه. غير يذوب الشوكولاط مزيان ونطفيه. بون البنات الكاطو خرجته من الثلاجه نتوما كتشوفوا تجمد، كيجي بحال هاد الشكل هكذايا دائري. و الحليب ديالنا هو هذا فرقته على
3. علاه؟ لحقاش غادي ندير فيه الالوان. انا اختاريت غير لون واحد هكذايا، ولكن بطبيعه الحال نتوما عندكم الالوان تقدروا تخلطوا على حسب ذوقكم. بنات غيرت رايي لحقاش حاكم كيفضل الالوان، فغادي نزيد الالوان. هذا هانتوما كتشوفوا درتو تيركواز هكذايا، اما هذا خدت منه غير شويه، درت فيه نقيطات زرقاء وغادي نقبط هكذا. غندير بهذا الشكل هكذا، والصفر حتى هو هكذا. دونك كيجي بحال هكذا، وما غاديش نخلط بزاف، غادي غير ندير شويه هكذا. شفتوا غير بحال هذا الشكل هكا، ما نخلط شي بزاف. من بعد كنبدا اول حاجه نحط كدا، معليش ورا غادي ينزل بارتو على هذا الشكل هكذايا. تكونوا ديجا حاطين شي صينيه ولا شي حاجه وتحطوا بحال هكذا. في الثلاجه غادي نخليها بحال هكذا. اما هذا اللي شفتوه فانا كنبدا ننزل طبيعه الحال بشويه هكذا، وكندير هكذا. نحاول ندور لكم شويش، شوفوا الشكل ديالو. بغيتو تغطيوها كلها غطيوها كلها نتوما، ولا انا عجبتني هكذايا فخليتها بهذا الشكل هكذا. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah non, là c'est en français. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. نسيت الشمعة البنات، يا با بوجي. 4 سنين لانيفرسير، عندها 4 سنين. بالراحة.